كما يحلو لي وكما يحلو للجميع انه بالنسبه لنا ديل اخواننا، ولا يفتي يا جماعه قاعد لمجاهد. انا بالنسبه لي لا يفتي قاعد لمجاهد، لانه الناس ديل يا جماعه اللي بيقدموا افضل من الحاجه اللي احنا بنقدمها ب1000 مره. فالتحيه لكل انسان بيحترم اخوانه اللابسين الكافي، بيحترم الفدائيين الموجودين في الميدان، بيحترم الناس اللي بيقدموا في كلام ارواحهم واشلاءهم من اجله ومن اجلك ومن اجل ان يبقى هذا الوطن. الجهاد ده يا جماعه قسما بالله العظيم صعب وله مراتب وله مراحل، ولكن قسما بالله العظيم مهما اتكلمنا ما بندي الناس دي وما بنوفيهم حقهم وما بنديهم الحق الاساسي، لانه نحن الان عايشين بفضله بعد فضل الله سبحانه وتعالى، عايشين بفضله بعد فضل الله سبحانه وتعالى. فاي انسان مهما كان يكون وزنه السياسي، وزنه الاجتماعي، وزنه الثقافي، وزنه العسكري، انت بالنسبه لنا حينما تلمس المؤسسه العسكريه العريقه اللي بتمثلنا نحن كلنا كشعب سوداني، واتحدنا نحن كشعب سوداني كلنا بفضل المؤسسه العسكريه بعد فضل الله سبحانه وتعالى، فما بنقبل في اي عمليه بتاعت شرخ في المؤسسه العسكريه. المؤسسه العسكريه ما تابعه لجهه سياسيه، ما تابعه لجهه حزبيه، بتتبع للوطن والمواطن وبتعتمر بامره المواطن السوداني. شفنا القوات المسلحه السودانيه نفذت لنا كثير جدا جدا من طلباتنا طلبناها من المؤسسه العسكريه باحترام. المؤسسه العسكريه نحن لما بنطلب منها باحترام، لانه نحن عارفين تماما يا جماعه. بيقول لك في مثل البر البحر عوام، انت بر البحر ما بتكون العارف اللي بيحصل هناك. شو الحرب دي يا جماعه ليست كسابقها، ليست كسابقها من الحروب. دي حرب داخل المدينه، ودي ماليشيا، وحاجات كثيره وكثيره جدا جدا بتحصل من دون ذكر التفاصيل الثانيه، لانه الشعب السوداني ده اصبح واعي بما يدور وما يجول. نحن باذن الله سبحانه وتعالى حربنا دي انا بالنسبه لي حسن جالح بيتعدى على السياده الوطنيه. لو كان سوداني، لو كان لابس الكاكي، لو كان غير لابس الكاكي، بالنسبه لي عديل كده. فده الجيش ودي القوات المسلحه السودانيه ودي قواتنا اللي بتمثلنا وبنلقى كلنا نفسنا فيها. فالناس يا جماعه تبقى 10 الغيارات العسكريه ما فككت الجيوش الا ويتفككت الشعوب ويتفككت الدول. الاوطان دي يا جماعه قسما بالله العظيم اي دوله فرطت في جيشها انتهت، فرطت في جيشها انتهت. نحن بنفرط في اي انسان، لكن الجيش ده ما بنفرط فيه يا جماعه. الجيش ده ما بنفرط فيه، لانه الجيش ده اقسم بالله العظيم لما دقت الصافره بتاعت البروجي ما لقينا غير الجيش. والحمد لله انه نحن بنمتلك جيش بقيمه الجيش السوداني الموجود الان والقاعدين بيقاتلوا ديل يا جماعه. والله يا جماعه الجيش ما افراد، والله الجيش ما اشخاص. اقسم بالله في جنود مجهولين يا جماعه في معركه الكرامه دي، انتم ما بتعلموهم، يعلمهم الله سبحانه وتعالى. في جنود مجهولين في معركه الكرامه دي قسما بالله العظيم بيقدموا يا جماعه شيء قسما بالله العظيم. والله لو عرفتوا قسما بالله العظيم دموعك تسيل، دموعك تسيل لو عرفت الحاجه دي. في جنود حتى الان ما ظاهرين، ولكن اللي بيقدموا فيه ما في زول ظاهر قاعد بيقدموا، ونحن عارفين الحاجه دي ومقدرين الحاجه دي. ونحن طلعنا في المقام الاول من اجل رفع معنويات الجندي السوداني الموجود بقاتل في معركه الكرامه. دي حاجه يجب انها تثبت في كل قلب كل مواطن شريف داعم للوطن وداعم للقضيه الوطنيه. الجندي السوداني ده ان احنا طلعنا من اجله، اللي دق الموت في معركه الكرامه. وعندكم الملابس طلعت اغنيه للجنود حتسمعوها باذن الله سبحانه وتعالى بكره وبعد بكره، ممكن بكره صح؟ بكره ولا بعد بكره حتسمعوها طلعت اغنيه. اليومين الجايه دي شغاله فيها بس في اليومين الجاي دي شغالين فيها، دي اغنيه خاصه بالجنود يعني. ونحن احد جنود الوطن ده. انا ذات من يوم الليل شفت جندي، انا ولا اتشرف بالجنديه صراحه يعني، لانه يا جماعه الجنديه دي يا جماعه مرتبه قسما بالله العظيم ما بيصل اي انسان. الجنديه دي مرتبه صدورهم ولزم مديتهم رضاي ديل جنود بلدي البدور وقابلوا النار بصدورهم ولزموا الخاين غبور مديتهم رضاي ديل جنود بلدي البدور. يا حسن انا جايبه من النوم والصوت رايح والاغنيه حركتها خلاص. الله يديك العافيه يا اخي، الله يديك العافيه يا ابو الملابس، ابشري قوي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا يا استاذه حسن جال ام الملابس والبلبوس الكبير. يا حسن الطيب أيوة. الطيب بيجي بحلله ها يا طيب بيجي جاهز. الحله دي ما نجضت هسي، خليها بس تنجد. الله ام روابه في القزاز الليله هفتحك لايف الساعه 4 العصر ان شاء الله. يا الله يا طيب. الطيب قلت لك الترتيبات، اقول انت يا طيب ما ندوك معلومه معلومتين ثانيه ولا شنو؟ دايرنا يا طيب تلفوناتك دي الناس تحضر تلفوناتك دي ولا شنو يا طيب؟ والحاجه المكيفه انا جعفر دقلو دنيا زايل ونعيم كزاير. حكومتي الصغير حكومتي الصغير جعفر دقلو منه امبارح في طيبه انقرض. ايوه جعفر دقلو
لا اله الا الله محمد رسول الله. انا ما قلت لهم، قالوا دارين تفاوض، قلت لهم الا تفاوضوا الزير سالم واسمه منو ذاك الرينو تاني بس، لكن ما فضل لكم زول يتفاوض. يا زول الرينو مرق بهناك، شفت ملموحي والله مرق في جنوب السودان. والله الرينو في اسم شنو؟ دقيقة منطقة في جنوب السودان اسمها شنو؟ الرنج هاي. أمي نو يا والله مرق بيموت. أمي يا زول اللي تحت الكاتب ده بتاع الحساب الخفي، أم الجيش حرقاكم. الكلام ده كان جبال، جيتوا رديتوا عليه، حاسه معقولة؟ بس جيتوا رديتوا عليه يا أخي، معقولة يا أخي نحن جهاز أمني، نحن ما بيلعبوا علينا اللعبة زي ده. السيف اللي بيعدل كيف؟ ها؟ جهاز يمين مثال، ها؟ عارفة يا أستاذ نحيي الحسابات الخفية. يا أستاذة ندى واحد في الحفلة من ناس النيل الأبيض ديل ماشي وكان متعاون داخل الديم. الكلام ده قبل 3 عشان تعرف الأمن والمخابرات الناس قاعدين في الميديا وقاعدين في أي مكان. المهم قالوا لي أنت متعاون ومتعاون واسمك موجود، قال لهم أنا والله الدعامة ديل ما بعرف. طلعوا لي صورة بكوب بنزين لدعامة معه كدمول، قال لي دي صورتك ولا ما صورتك؟ قال لي يا صورتي. قال لي يلا اركب. والله بكوب في باغة بنزين لدعامة صورة. دامني يا جيل. وش السيف اللي بيعدل الكيف. ايوه يا زول ده كلام ما عندي معاهم شغل. اولاد مفضل يا اخوي، اولاد مفضل. ايوه اولاد مفضل. اولاد مفضل ديل شغلهم برا، ديل شغلهم برا. انت عارف يا كومندان، في واحد طبعا، في واحد والله يوم انت طبعا غشلي بيهددني يا طيب مساعد. اديته اسمه رباعي، قلت له انت تخرجت من جامعه الزعيم الازهري 2019 بتاريخ كده 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 كده، وانت قلت له ساكن كده، وقلت له ساكن المربعات مربع 16، قلت له كنت ساكن في شارع الردميه، قلت له كنت سايق ركشه وانت جوكي في الركشه والركشه مكتوب فيها كده. قال لي انت مجنون يا زول، انت مجنون يا زول. قلت له اعمل ايش ولا بيحنس فيني. بدأ بيحنس فوقي يا زول. قلت له والله انا ولو دايرك في بيتك انا اجيك في محلك اللي انت قاعد فيه. قال لي يا زول الشغله دي والله انا كنت بهزر بس داير اشوفك كيف يعني. ما ده زي يوم المسكو ذاك القائد المسكو بتاع سينجا، القائد المسكو بتاع سينجا اول ما مسكو زي سالوه المعامله كيف، قال لهم والله انا داير اسلم لكن ما لقيت درب. ما لقى طريقه. مشكلة وقت الزنقة تحصل بعد ذاك انا والله كنت داير اسلم، ما قلنا الكلام ده بدري كنا، لكن ما في زول الكلام ده. لا قال له انا كنت داير اسلم لكن ما لقيت طريقه. قلت شنو؟ لا والله انا داير اسلم لكن ما لقيت طريقه. اليومين دي غاجوا بس المتعاونين اليومين دي اليومين دي الزنقة حارة والمتعاونين عاد بعد ده الموسم بتاعه شنو؟ يا اخي يا مياد، يا اخي تعالي فوق يا اخي. والله يا مياد انا الليله لما شفت اللافته دي لحد شفتي زي ما بيقول قلبي دقه يعني. ميادة قمر الدوله، قمر الدوله يا اخي. ميادتنا الذي نحب والله يا اخي. الليله الفيديو بتاع اللافته ده جميل جدا، واللفته الثانيه كمان بتاعت بيت بلدي يعني، بيت بلدي ندى. والليله جايبين لنا كمان ميادة قمر الدين. تحيه لكم يا الناس بتاعين الجيش الخفي الموجودين على مستوى الدوله السودانيه اللي كل يوم. ملابسه يا رسول الله. والله ملابسه شغالين شغل جميل، والله شغالين شغل جميل. فالليل انا والله اللافته دي كيفتني شديد. فدي الرموز معركه الارقام اللي بيتكلموا عشان ملابسه ذاك ما وصلوا للفراس وهم ما بيرتاحوا. هاي بس لازم رموز معركه الارقام. سمعت الشيخ مصطفى الامين قال لي شنو؟ قال لا القيزان ده تعرفهم 100 سنه ما تعرفهم وين. 100 سنة قال لي انا بعرفهم 50 سنة بعرفهم عرفة صح. فلوس يقولوا بشيء الله يحليلكم يحليلكم بالكثير. عندي واحد يا استاذ ندى، عندي واحد عمره 4 سنة. انا يا اخوي مجهزة ربط الأحزمة وبس راقية لحظة الصفر. الله اكبر ولله الحمد. المدفع ده يضرب بعد ذاك بتلقوني معاكم. يا ندى ما تلبدي للناس انت لحظه الصفر عارفاها يعني. قولي لي وكلموني بلحظه الصفر يعني. ندى دي يا زول هي
اسكت ساكت بس خليني انا في بطني كتير، انا بس بضرب يد تحت الحزام. بس يا هاي بس هاي. لا نقول يعطيكم لي العافيه وشكرا لكم حبايبي، والتحيه لضيوفك التحت يا اخي، والتحيه شكرا لك. طيب مساعد زي ما الله يديك العافيه يا استاذه. طيب مساعد، انا عايده الحله تجيني جاهزه، منتظرك بالحله جاهزه. انا قلت لك بفتحك لايف بس اقعد عليه 3 ساعات بس. يا ديل قول لي جهزوا الرغيف بتاعكم، العيش بتاعكم. والله حلتهم في النار على نار هاديه. نقول صح. ايوه يلا شكرا لك يا حسون. شكرا يا ام الملابس، ام الملابس شكرا جزيلا يا الله يديك العافيه. شكرا الله يحييك. شكرا. فشفت يا طيب مساعد انت زول ما يكشر بك صراحه يا طيب مساعد انت زول ما يكشر بك نهائي لاي سبب من الاسباب. لاي سبب من الاسباب. انا خايفك اليومين دي تفتح السارينه وتكشح الشغل كله تبقى داعم ثاني ترجع لدعمك الزمان ده، لانه انت اليومين دي فرحان. فاليومين دي عشان كده لازم يتم منعك من التيك توك نهائيا. عندنا واحد من اصحابنا ديل ضابط في الميدان، قلت له هذول انا قاعد باكل في كبسه ودهون السكري ده بالراحه، اديني واحده ما تديني لين كلهم سوا، يجيني سكري والله. في شيء جاجك، في شيء مبلقصات، في شيء حاجات، في شيء كميات، في شيء حاجات. ونحن والله يا طيب وقسما بالله العظيم صراحه زي ما بيقول الشيء الحاصل ده شيء بيسرنا شديد. لكن انا امبارح لقيت لك طبعا في ناس ملابس كده قاعدين لك مع بعض الناس، يعني الجنجويد سايقين لهم برنامج تفاصيل. خطاب عبد الحي وين خطاب عبد الحي ونحن قاعدين نركب فيك. احنا خطاب عبد الحي بقى ما بيهمنا يا ولد يا شماشي يا صاروخ. انا داري جنجويدي الليله تجينا، انا داري جنجويدي والله الليله داري جنجويدي مقريف ليله جنجويدي. الناس بتقول لي تحت، انا طبعا يا طيب زول ديمقراطي، اخواني ده تحت قالوا لي كلام بعمله، ما قالوا لي كلام ما بعمله. اكثر تعليقات ارفع جنجويدي ولا ما ارفع جنجويدي يا جيش التحت. انا طبعا مع الناس التحت يا طيب مساعد، انا زول ديمقراطي تعرفني طبعا، لانه انا الليله داير ارفع جنجويدي اغسله الله لمن يغفر له ويرحمه. لكن بعد ده نسمع على راي الاخوان، نسمع على راي الاخوان. لا ارفع اجغم. ارفع جنجويدي. اعمل لهم تصويت يا حسين. تصويت انا ما بعرف، انا بعرفهم كده بس الاكثر بس ارفع. في ناس من الجنجويد ما بتستفيد منه وما بيستفيد منك، فهمتني؟ ده النوع اللي بيكون طاش شبكه داق ما عارف المطره صابه وين ذاته. ارفع دي بيقول كثير والله. لا لكن اللي بيكون عامل لك فيها فاهم اي حاجه ده البل فيه واجب. انا ذات الا يكون عامل فيها فاهم، انا ذات جنجويدي ما عامل فيها فاهم ما بجيبه طبعا، ما عامل فيها فاهم. في برائي قاعد تحت طبعا، في برائي قاعد تحت يا جماعه. زول انا بجيبه لو ما تكلم ذاته تعملوا له متابعه في صفحته بس. الزول صفحته انجقمت، كل الناس الموجودين. ايويس تعال فوق يا ايويس، اويس تعال فوق يا جماعه. صفحه اخونا اويس دي كلكم تعملوا فيها متابعه، كل الناس الموجودين في اللايف دي. اي زول بعيس حسن جالي يعمل متابعه لاخونا اويس. اخونا اويس يا باشمهندس محمد جرجنديه. ويا جرجندي. مبارك يا مبروك يا اخي، مبارك يا لويس حبابك والله. طيب مساعد مرحبا بكم، ما شاء الله طيبين. حبابك والله يا جماعه عليك الله كل الناس اللي بتعزني تعمل متابعه لاخونا اويس القرايات عليك الله، لانه الزول ده حسابه ده كان جغم، يعني حسابه ده كان جغم. الناس تعمل له متابعه، كل الناس الموجودين ده، لانه الزول ده بتلقوا فيه وشغل ما بتلقوا في مكان ثاني. حسن انا بصلي برجع لكم منورين يا شباب والباشمهندس وكل الناس الموجودين. ما في مشكله. طيب مساعد يا باشمهندس. طيب مساعد حبيبنا اخبارك يا سياس؟ كيف اخبارك يا الخبر والامور يا اخي ان شاء الله طيب. كيف صحتك واحوالك؟ تمام والله الحمد لله، الله يحييك. الاخبار كلها تمام والله كله تمام يا الحمد لله. والله وينك مختفي لكم يوم كده ما فاتح لايف؟ والله موجود بس يا اخي بس انا بقيت بفتح لايف مرات بالفيس بيناك، يعني لانه كده مرات كده في مواضيع بتحتاج انه واحد يفتح لايف. لانه بقى جرجندي. والله يا اويس كيف يا اويس اخبارك ان شاء الله طيب؟
والله نبشركم الامور طيبه والحمد لله رب العالمين. في المنطقه نحن بعدها بنقول اكس، نحن بنقول عديل منطقه النيل الابيض بالتحديد كوستي متحرك الصياب، العرف والما عرف والبل مصطمين ان شاء الله. مبروك مبروك يا عويس مبروك. يا الناس تكون دغريه، كلام ثاني دغري عن زاي انزاي والله. وشغل اخوانك اللي في بحر الابو يكلمونا بيه، وده برضه انا زعلان طبعا يا اسي. انا بعد ده داير